السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. برحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا. كمان يا ست الكل ما تنسيش اللايك الحلو اللي بنستناه منك، واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك علشان ده بيدعم الفيديو جدا. ويلا بينا نجرب كده الترند الجديد ونجرب الكسكسي بالطريقة الجديدة، وفعلا بياخد 5 دقايق كده والطعم بيبقى حكايه وعن تجربه. يلا بينا نعمله كده مع بعض. عندي هنا معلقتين سمنه مليانين، عندنا هنا معلقتين ونص من السمنه، وعندي كوبايه ونص من دقيق السميد. يلا بينا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا ننزل كده بالسمنه بتاعتنا. الحلو اللي فيه ان هو فعلا ما بياخدش وقت زي الطريقه التانية، حاجه حلوه كده وسريعه. وبعد ما سخنت السمنه كده يلا بينا ادي اول كوبايه. بصي بقى نصيحه مني ليكي، خلي النار مش هاديه قوي، خليها وسط، ما تخليهاش هاديه على الاخر. هنفضل بقى نقلب فيه كده، يعني تقدري تقولي كده على نار وسط لمده 5 دقايق. بصوا انا كده مستمره في التقليب، بعد 3 دقايق بدا كده ياخد لون حلو ازاي ذهبي. برضو مستمريه والنار معايا وسط، ما بوقفش التقليب كده علشان يبقى كله واخد نفس اللون. بعد كده تقليب مستمر لمده 5 دقايق. انا دول كوبايه ونص دقيق سميد، هنزل بكوبايتين ميه سخنه. بسم الله. الكوبايه ونص انا بحط عليهم كوبايتين من الميه بقى على طول كده، وهو الميه فيه ابدا اقلب لحد كل طبعا ما يختلط ببعضه. هدي بقى النار هنا، بقولك هدي النار كده، خليها هاديه. بعد ما كانت وسط خليها هاديه. نفضل نقلب كده يعني مسافه دقيقتين كده، هيبدا يعني يتفرز معاكي. بصي كده بيشرب الميه بسرعه جدا. وانا بقلب كده افضل اعمل فيه بالمعلقه كده، بحيث ان هو اول ما يبدا يتشرب جامد هتبصي تلاقيه فعلا بقى زي الطريقه العاديه على نار هاديه زي ما هو كده. بس ببدا يعني كده افرطه بالمعلقه. 3 دقايق بقى بعد ما ضفت الميه، سبته 3 دقايق على النار مستمريه في التقليب. وبعد كده بقى طفيت النار وسبته كده وقعدت اقلب فيه شويه زي ما انت شايفه كده. حاجه حلوه وسهله وسريعه. هنا كده بقى قلنا نغرف حبه. بسم الله. والله جميل وسريع كده، وحاجه حلوه في الانجاز. بصي الجمال، ومفلفل، يعني مش حاجه مثلا معجنه زي ما انت شايفاه كده. ضيفي بقى عليه زي ما انت عايزه. انا بصراحه ما بحبش عليه غير بس جوز الهند كده وشويه سكر، حتى مش بحب السكر الناعم، بحب كده السكر حبيبات، بيبقى طعمه حلو جدا. ايه الحلاوه دي، حاجه حلوه كده وسريعه، وفعلا مسافه 5 دقايق عملناها حلوه قوي. بصي كده. بسم الله. والله جميل جدا. نتمنى طبعا لو القناه عجبتك ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك منا كل جديد، واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. قد ايه كان سهل وبسيط وفعلا ما اخدش مننا وقت. الله على الجمال والحلاوه. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.